طيب الأسعار بتطلع وبتنزل ليه؟ ده السؤال اللي بيخلي ناس كتير بتتلخبط. ليه السهم ممكن يكون ب$100 الصبح وبالليل يبقى ب105 أو يبقى ب95؟ والجواب في كلمتين. أولا العرض والطلب. لو الناس كلها متفائلة بالشركة وبتشتري، السعر لازم يطلع، ولو الناس خايفة أو بتبيع، السعر لازم ينزل. بس اللي بيخلي الموضوع بقى أعقد شوية إن كل مستثمر عنده وجهة نظر مختلفة. في اللي شايف إن السهم غالي، وفي اللي شايف إنه لسه رخيص، وفي النص بيحصل التوازن اللي بيخلق السعر الحالي اللي بنشوفه قدامنا على المنصة. وخلينا اديك مثال بسيط يوضح لك الصورة. تخيل معايا ان في شركة اسمها جرين تك مثلا. الشركة دي سعر السهم بتاعها النهاردة كان $50، وفي 1000 شخص عاوز يشتري و800 شخص عاوزين يبيع. طالما الطلب اكتر من العرض، السعر هيبدأ يطلع، ولما الناس اللي كانت عايزة تشتري بتبدأ تكتفي، فاللي بايعين بيبتدوا يزيدوا، فالسعر ممكن ينزل. وده اللي بيخلق الحركة اليومية اللي بنشوفها على الشارت، طلوع ونزول مستمر، بس وراها دايما ناس بتتفاوض وبتغير توقعاتها طول الوقت.